عايزه اقول لكم على حاجه بمناسبه البلاك فرايداي اللي فات ده. انا عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي بجد بتشتري راحتها. بجد انا عندي ما اشتريش حاجه تمنها نزل 50%، او اشتري قطعه وعليها 500 قطعه فور فري قدام ان انا بس ما بتحشرش في الزحمه والبهدله، ويبقى مول ولا مكان ولا محل ولا بازار زحمه جدا وابقى مش عارفه امشي ومخنوقه والناس بتزق في بعض وواقفه في لاينز. لا 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 لا، انا عندي بجد اشتري راحتي. يعني تقريبا اي حاجه جبتها في البلاك فرايداي دي كانت كلها اونلاين، جبتش اي حاجه من ستورز. كنت بشوف زارا وبشوف المولز، طب بشوفها حتى من بعيد، يعني كانوا الناس بتحكي لي، انا حتى ما روحتش، بيقولوا لي الناس بتموت بعض جوه، الناس واقفه لاينز مش طبيعيه والدنيا زحمه قوي. فلا، انا مش عارفه، انا من الشخصيات اللي ما عملتش في نفسي كده ابدا. مش بلوم على اللي بيعمل كده، كل واحد حر، بس انا يعني كمان ما اقدرش. يعني لو بجد بيبيعوها ببلاش مش هروح برضه. اقول لكم ان انا حاسه الفتره دي من حياتي فتره تريتمنت، انا بعالج فيها كل حاجه كانت بايظه. يعني شعري بعالجه، بحاول اهتم بيه، ما عملتلوش بروتين تاني، مش هعمله بروتين. بعمله بقى دايما هير ماسكس، ودايما بلمه كده لمه كويسه عشان ما يبقاش كيرلي او ويفي. حتى حواجبي ناس كتير قوي بعتت لي، ناس كتير مش عارفه انتوا ازاي مركزين كده، ناس كتير قوي بعتت لي هو انت يا منى خلاص بطلتي تعملي حواجبك، احنا فخورين بيكي وبتاع. يعني بصراحه انا ما بطلتش ولا حاجه، بس انا قبل ما اسافر دبي عملت كارثه. انا عملتها بنفسي، فقطعت حته من هنا كده، كانت قصرت قوي وصغرت من هنا، بوظتها. فقلت لا، انا هسيبها بقى تطول خالص، وبعد كده اروح اظبطها خلي شكلها بجد مظبوط قوي، تبقى خلاص طولت وتبقى تقلت فيبقى شكلها حلو. ونفس الكلام في وشي، حاسه ان انا في فتره نقاهه بجد. اشتكي لكم شويه بقى كأم، طبعا مش بشتكي، الحمد لله على كل شيء يعني، بس تعب الاطفال انا عارفه معاناه كل ام بتمر بايه الايام دي علشان الجو. لا 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 يا جماعه، فكره مش في ان هم مثلا بيبقوا تعبانين، لا، انا ما عنديش مشكله ابقى تعبانه مع حمزه، ده ابني يعني، ما عنديش اغلى منه في الدنيا كلها. بس انا ببقى متضايقه ان هو تعبان، مثلا انا عايزه اشربه حاجات دافيه علشان زوره وعشان صدره عنده كحه، بديله ادويه كده كده، بس محتاج يشرب حاجه دافيه عشان تهديله شويه الكحه دي. احنا يا جماعه انا بجري وراه في البيت، طبعا هو مفيش اوبشن ان هو ياخد شويه ينسون يشربه، من شويه ينسون بالعسل او حاجه، مستحيل. بجيب السرنجه اللي بديله بيها الدواء وبجري وراه في البيت عشان اديله سرنجه او سرنجتين. لا يا جماعه، لا لا، خلاص بعد ما بياخد السرنجتين ويقعد يصرخ ويصوت ويعيط، وانا يا ابني عايزه اقول له يا ابني والله العظيم ده ليك انت، يعني انت اللي هتبقى كويس ان شاء الله. العيال الاطفال بجد الامهات هي اللي بتعاني والله العظيم. مبدئيا الاكل، الطفل بيبقى رافض الاكل تماما، مش ملوش نفس، مش عايز ياكل وعايز يشرب حاجات ساقعه. طب حبيبي انت زورك وجعك وصدرك تعبك، عايز تشرب حاجه ساقعه ازاي؟ فكده بقى بجري وراه طبعا. يا لهوي على فقره، لما بيبقى في بقى حاجه في مناخيره فلازم طبعا تتشفط. فعندك بتاع اللي هي الطويله قوي اللي اللي هو بحط جزء في بقي، ما بيجيش اي حاجه في بقي خالص، ما تعرفوش انتوا اكيد كل الامهات عارفينه يعني. جزء في بقي وجزء تاني في مناخيري، وبشفط كده، وهي تيوب كبيره قوي مستحيل تيجي في بقي، هي بعيده جدا عني يعني. بس يا لهوي على الفقره دي، هو اصلا بيشوف شكل التيوب بيطلع يجري مني ويقعد يعيط. بس بجد اللي على مناخيره لو ملحقتوش بينزل على زوره، ولو نزل سوري اللي هينزل على صدره، ولو نزل على صدره يعمل له حساسيه مش طبيعيه ويزود له الكحه. فبصوا دايره بجد، ربنا يشفي اطفالنا كلهم والله العظيم.